يا عيني ما بيلحقوش يحفلوا. والله ما بيلحقوا يحفلوا علينا، بيبقى نفسهم يحفلوا كده وسبحان الله تلاقي اتردد في وشهم. هو ده جمهور الزمالك، حفل وحب يحفل بعد مباراة الأهلي وبتروجيت وتعادل الأهلي مع بتروجيت، وسبحان الله تاني يوم اتحفل عليهم. ايه اللي بيحصل وايه القصة واخبار النادي الأهلي؟ هنتابعها كلها مع حضراتكم دلوقتي، ولكن كما تعودنا في البداية نبدأ بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اشفي مرضاهم، ارحم شهدائهم وارحم أبي وجميع موتى المسلمين، واحفظ مصر آمنة مستقرة إلى يوم الدين. وما ننساش ندعي لإخواننا في السودان، ربنا يا رب يحفظهم من الكوارث اللي بتحصل واللي بنشوفها على السوشيال ميديا واللي بنشوفها هنا وهنا، جرائم بترتكب في حق المدنيين. ربنا معاهم يحفظهم ويحفظ أمتنا العربية والإسلامية جميعا يا رب العالمين. كابتن غندور، هابد الهبدور أو خالد الغندور أو بندق أو زي ما تحب بقى تسميه سميه، طالع بعد مباراة الزمالك وبيقول لك أنا بقى طالع أتكلم عن ضربة الجزاء. بيتكلم عن ضربة الجزاء اللي جت للبنك الأهلي، عفوا للبنك الأهلي، كنت أقول النادي الأهلي، للبنك الأهلي. وبيقول لك إن ضربة الجزاء دي أسامة فيصل وقع نفسه، وأسامة فيصل الكورة اللي هو مثلا مش الأحول، لا الكفيف يشوفها، الكفيف يشوفها ويقول عليها ضربة جزاء. قال لك وقع نفسه داخل منطقة الجزاء، والحكم ما شافش غير ان اللعيب بتاع نادي الزمالك اللي هو محمد اسماعيل داس على رجل أسامة فيصل، فما قدرش الا انه يحسبها ضربة جزاء وما رجعش للفار. لو رجع كان هيشوف ان من الاول أسامة فيصل موقع نفسه. يعني كلام بيحاول ياخدك من الواقع للخيال في دماغه. وانا اتكلمت مع حكم كبير جدا دلوقتي وقال لي مش عارف ايه وبتاع، وعايز اي مبرر ان هو يبرر فشل نادي الزمالك امبارح واداء نادي الزمالك. اللي بيقول لك انا شايف الزمالك ما كانش وحش، الزمالك كان كويس ولكن ما قدرش يفوز. ما اعرفش انت كنت بتتفرج على ماتش تاني ولا ايه يا كابتن بندق؟ وبعدين يرجع يقول لك ايه الوقت الضايع. الحكم حسب 6 دقايق في الشوط التاني وما زودش غير 10 ثواني بس على ال6 دقايق. فيريرا وقع ومش عارف واعترض وخد انذار. كام لعيب من البنك الاهلي وقعوا وبتاع وما زودش الوقت ده، ومش عارف 10 تغييرات والووتر بريك ومش حاجات غريبه كده قاعد يتكلم فيها. فبقول لك وقت ضايع مضحك. طب انتوا قبليها، انت ما شفتش مباراه الاهلي وبتروجيت قبليها بيوم لما طلعت السوشيال ميديا الزملكاويه كلها تتكلم عن وليد صلاح الدين، ووليد صلاح الدين بيعترض على ايه وملوش حق، ده الحكم حاسب 9 دقايق وبتاع. انت ما شفتش ان ال9 دقايق ضاع منهم يجي 5 دقايق على الاقل، ما كانش 4 او 5 دقايق؟ انت ما شفتش دي ولا انت بتشوف اللي ليك وعايز تحسبها بالعافيه وتزود لنفسك بالعافيه وتيجي تتكلم عن النادي الاهلي ملوش حق ان يطلع وليد؟ طب وليد كابتن وليد صلاح الدين طلع اتكلم بمنتهى الادب مع الحكم، ما عملش زي فريرة وعمل زي اللعيبه اللي كانوا عايزين يضربوا الحكم. اتكلم بمنتهى الادب، قال له يعني انت دلوقتي حسبت 9 دقايق، انت ما شفتش الجون وقع 4 دقايق منهم؟ تصفر برضه في ال9 دقايق؟ فراح مديله انذار. جه احمد عبد القادر قال له يعني فين الوقت اللي بقى انذار؟ بمنتهى الادب. طب امبارح الحكم ما اداش انذار ليه؟ ليه استغفر الله العظيم فيريرا ولا سيكو سيكو فريرا بتاعكوا ده؟ وليه ما اداش انذار للعيبه اللي اعترضت واللي شوحت واللي عملت؟ طب سيبك من ده كله، انتوا جيتوا مع جماهير النادي الاهلي وقفتهم في مباراة بتروجيت. قلت الجمهور ده اللي هتف وكان كان بيغني، احنا جمهورنا كان بيغني، انتوا اولتوها او انتوا خدتوها على نيتكم السيئة ان هو جمهورنا بيشتم. ماشي، زي ما خدتوا قبل كده كلمة كهربا وحطيتوها بنية سيئة ووقفتوا الراجل كنت هتذبحوه، ده انتوا كنتوا ناقصين تبطلوه كورة. فسرت هتافات واغاني جمهور النادي الاهلي على ان هي شتيمة. طيب الزمالك شتم بالام، شتم الحكم امبارح بالام وشتيمه اقذر ما تكون. شوف بقى الاستاذ طه عزت الزملكاوي، الزملكاوي برخصه كمان يعني نشوف إيه العقوبات اللي هيطلعها على على جمهور الزمالك وعلى نادي الزمالك. طب فريرة بتاعكو ده، سيكو سيكو فريرة بتاعكو ده،
رفض يحضر المؤتمر الصحفي بعد المباراة. طب عملتوا معاه ايه؟ هتعملوا معاه ايه؟ ما نشوف العقوبات. ولا انتوا اسود ضد الاهلي وضد الزمالك بقى، مع الزمالك نعامة؟ هنشوف. هنشوف الاستاذ طه عزت وحياده الزملكاوي، حياده الزملكاوي. وطبعا طبعا ضربة الجزاء اللي الكابتن هابد الهبدور اتكلم فيها امبارح ده، وقال لك اصل داس على رجله، ما شافش الكوره ان هو وقع نفسه الاول. طب داس على رجله دي، ده فرم رجله، دي مش فيها طرد؟ دي في قانون الكوره في العالم كله، الكوره دي طرد شرعي ورسمي وكل حاجه. ما اتطردش ليه محمد اسماعيل؟ حد يقول لي ما اتطردش ليه؟ ده حتى ما خدش انذار. وفي كام كوره كان في كذا لعيب في الزمالك لازم يطرد، واولهم محمد اسماعيل في كذا تدخل. ده في كوره يا راجل، الواد بتاع اللاعب بتاع النادي الاهلي وشه اتفتح، كوع، ولا انذار ولا طرد ولا اي حاجه، حتى ما حسبهاش فاول. ادي نادي الزمالك اللي انتوا طالعين تشتموه، ما هو فعلا من اعان ظالما ذل على يديه. ياما ناجي ده فوت لكم وحسب لكم، وجه على الفرق اللي بتلعب ضدكم، ومع ذلك اتذل على ايديكم انتوا. سبحان الله، من اعان ظالما ذل على يديه. ده بالنسبه لمباراه امبارح. عشان ما تيجي تحفل على الكبير الاهلاوي، تعرف محدش يقدر يحفل على الاهلي، وتعرف ان احنا برضو اسياد الكوره في مصر وافريقيا والشرق الاوسط. طيب، عندنا ايه تاني هنتكلم فيه؟ طبعا ورانا اجتماع الجمعيه العموميه النهارده، شيء مفرح جدا في النادي الاهلي من حيث التنظيم والترتيبات والتجهيزات وحضور واقبال اعضاء الجمعيه العموميه على حضورهم واثبات حضورهم عشان انتخابات مجلس الاداره. فده النادي الاهلي. تشوف التنظيم من الساعه 7 الصبح، النهارده الجمعه، جمعه طيبه مباركه على حضراتكم. النهارده الجمعه من 7 الصبح والنادي الاهلي واقف على قدم واحده، وترتيبات وتنظيم وباصات بتنقل الاعضاء وكل حاجه مترتبه، شغل اوروبي على ارض مصريه. ما ننساش نهني كلنا كابتن محمود الخطيب بعيد ميلاده، والتهنئه متاخره، كان المفروض امبارح نهنيه، ولكن كل سنه وانت طيب يا بيبو، كل سنه وانت مفرحنا، كل سنه وانت محقق انجازات للنادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب اسطوره الاخلاق واسطوره الكره في مصر وافريقيا والعالم كله. هو ده كابتن محمود الخطيب اللي بيضحي بكل وقته وبصحته عشان خاطر حبه للنادي الاهلي. كل سنه وانت طيب يا بيبو، وكل سنه وانت بصحة وسعادة، وربنا يشفيك ان شاء الله ويتم يشفيك على خير، ويرجعك لأسرتك ولجمهورك بالسلامة ان شاء الله. نخلص من اجتماع الجمعية العمومية ان شاء الله، يبقى عندنا مجلس إدارة هيبدأ شغله، وعندنا بقى الكابتن مين؟ كابتن سيد عبد الحفيظ، مسؤول او مسؤول الكورة في النادي الاهلي، او المشرف العام على الكورة في النادي الاهلي في عدم وجود كابتن محمود الخطيب. كابتن سيد، عندك ملفات كتيرة جدا، احنا عارفين ان انت قدها، وراجل فاهم وراجل عارف. عندنا ملفات كتيرة، عايزين مهاجم، عايزين قلب دفاع قوي يقدر يشيل الدفاع في الفترة الصعبة اللي احنا عايشينها دي. الاهلي ما يدخلش فيه 13 جون في 11 مباراة، لا ده كارثة. عايزين جناح شمال، باك شمال مميز، طبعا مع عودة شكري، وان شاء الله عودة كريم فؤاد. كريم فؤاد جاهز للمباريات، ولكن حسب رؤية المدرب. كريم بيقدر يأدي الدور ده كويس، شكري بيأدي الدور ده كويس، ولكن احنا عايزين لعيب مميز، حاجة كده من ريحة علي معلول. مهاجم، قلنا يكون مهاجم داخل الصندوق، قناص، سفاح، مجرم، اي حاجة بقى بلغة كرة القدم، يخلص في لحظة. في طبعا كلام عن اسد الحملاوي، وفي كلام عن ديابيتيه، وفي كلام عن لاعب تاني برضو صغير في السن، غاني تقريبا، ولكن كل دي اجتهادات. لو هتسألني عن رأيي أنا في أسد الحملاوي، أسد الحملاوي مهاجم كويس وكل حاجة، ومهاجم فلسطيني ومش هياخد مكان محترف وكل الكلام ده، ولكن هل عقليته هتمشي مع عقلية النادي الأهلي؟ أو عقليته هتمشي
مع مبادئ وقيم النادي الاهلي. اسد الحملاوي قبل كده الموسم اللي فات عشان يسيب الفريق بتاعه امتنع عن التدريبات ومش عارف ايه وبتاع، نفس العقليه اللي كان عايز او نفس الحركات اللي كان بيحاول يعملها وسام في النادي الاهلي. طب هل ينفع للنادي الاهلي؟ طيب جه عندنا جبناه ولعب موسم ولا بتاع وتألق، هيعمل نفس الحركات وعايز يمشي. هل بقى ممكن نستعين بيه الفترة دي؟ لأن احنا محتاجين مهاجم بالإضافة إلى مهاجم أجنبي. لا تنازل عن مهاجم محترف أجنبي. عايز تجيب أسد الحملاوي تجربه سنة بقى، ماشي، ولكن المهاجم الأساسي يكون مهاجم أجنبي كواليتي عالي، لعيب قناص بمعنى كلمة قناص يعني. وليكن ديابيتي مثلا عامل ارقام كويسه جدا، بس فكره انك تتكلم عن اسامي دلوقتي والسوشيال ميديا يطلع يتكلم عن اسامي والاهلي بيفكر في فلان وفلان ومش عارف ايه والصحفيين والناس اللي عندها ده مواقع تطلع لا، ده بيدمر او بيأخر او بيعطل الاتفاق مع اللعيبه دي. ليه؟ انا ديابيتي ده ما حدش كان يسمع عنه مثلا الا لما طرح اسمه ان النادي الاهلي بيتكلم معاه او بيحاول أو يفاوضه في انه يجي لاعب في النادي الاهلي. تبص تلاقي كل الانديه التانية بتعلي في صفقه اللعيب. كل الانديه عرفت يعني مين دياباتي ده، خلاص خش بيشوفوا تاريخه، بيشوفوا مساهماته، بيشوفوا اهدافه، بيشوفوا الكلام ده كله. يلا احنا عايزين نجيبه. اذا كان بقى في الخليج هيدفعوا له طبعا دبل اللي احنا هندفعه. يعني النادي عايز مليون ونص، الاهلي بيفوض في مليون. تمام. بكره تلاقي نادي من الخليج لما يعرف ان النادي الاهلي بيفاوض اللعيب ده، هتلاقي يقول لك تعالى اديك 3 مليون مثلا. هتلاقي بيراميدز عرض عليه مش عارف 2، وخصوصا ان بيراميدز مثلا ممكن ما يكملش معاه، ينهي معاه العقد ده. فهتلاقي لا، فعشان كده احنا المفروض كجمهور نادي الاهلي وكمحبين النادي الاهلي والناس اللي عندها صفحات بتتكلم عن النادي الاهلي، الصفقات دي تفضل سريه. الصفقات دي المفروض ما تطلعش تتكلم فيها الا لما مجلس الاداره يعلن انه تم الاتفاق مع اللاعب فلان الفلاني، وساعتها احنا بنؤيد القرار وفي ظهر النادي. ولكن كابتن سيد، محتاجين سرعة، سرعة في إنهاء الصفقات اللي احنا محتاجينها، سرعة. ويا ريت كمان باك يمين يكون مميز يسند مع محمد هاني، لأن احنا جربنا عمر كمال مفيش. كريم فؤاد ممكن يعملها ولكن برضه مش مكانه. يعني هو كريم فؤاد أساسا جناح، ولكن بيقدر يلعب باك يمين باك شمال، ولكنه أساسا مش باك يمين. محمد هاني مش هيقدر يشيل كل الماتشات اللي جاية دي، وخصوصا ان هاني في ساعات بيكون ماتش كويس وماتش وحش، ماتش كويس وماتش وحش. فرجاء بس النظر في الصفقات دي يا كابتن سيد بأسرع وقت ممكن. احنا عارفين اللعيبة دي هتيجي، هتوقع في يناير وتلعب في يناير. قدامنا شهرين، الشهرين دول لازم تكون مخلصين في أسرع وقت من دلوقتي نوقع مع اللعيبة. مش هقعد استنى ولا ده طالب 300,000 زيادة وده 400,000 زيادة وده طالب 100,000 زيادة، لا الأهلي مش هيقدر يدفع. احنا بندفع كتير، دفعنا في الصفقات دي ملايين في اللعيبة اللي موجودة عندنا. اللعيبة اللي عايزة واحد زي، شفت مسلسل ابن النادي؟ أعتقد يمكن معظمكم شفتوه. عايزين واحد زي اسمه ايه، كان مدير الكرة اللي جابوه في نادي الشعلة ده، اسمه باكابوزا ده ولا باكازيا، باكازيا ولا اكازيا مش عارف، يجري وراهم بالكرباك السوداني يوريهم العين الحمراء. احنا اللعيبه عندنا بتدلع يا كابتن سيد، كابتن وليد. اللعيبه بتدلع، المدرب مش عارف نفسيه اللعيبه المصريه. اللعيب اللي مش هيطلع نار كده من تحت الارض وياكل النجيله ما ينفعش يقعد في الاهلي، ما ينفعش يقعد في الاهلي. ربنا يشفيك يا امام وترجع بالسلامه. ده لعيب عنده قلب وعنده روح. حسين الشحات بالرغم ان احيانا ما يكونش مستواه مش هو، ولكن بيلعب بروح وبقلب. يا راجل احمد عبد القادر لما بينزل بيلعب بروح وبقلب. احمد عبد القادر اللي ما بينزلش غير فترات بسيطه ولكن بيلعب بروح وبيلعب بقلب. احنا عايزين لعيبه تلعب بروح وبقلب، لعيبه كده زي كده محمد عبد المنعم، زي علي معلول، زي امثله كتيره. الناس اللي كانت بتلعب لصالح النادي الاهلي، عمرو السوليه، قمه الاخلاص. لكن بقى الناس اللي نازله بالشوكه والسكينه دي، لا شكرا، شكرا بجد يعني. يعني في لعيبه كتيره المفروض تتسرح من فريق الكوره. احنا مش طالعين نهاجم لعيبه ولكن لا، الاهلي اهم من اي حد، اهم من اللعيبه، اهم من مجلس الاداره، اهم من اي حد. جمهورك
بيحبك وفي ظهرك، مش عشان اسمك، لا عشان اسم النادي. هترفع اسم النادي على راسي من فوق، مش هترفع اسم النادي بالسلامة. هو ده اللي المفروض يحصل الفترة اللي جاية. إمام عاشور طبعا طمنا عليه طبيب الفريق، وقال إن هو بدأ في تدريبات ولكن خفيفة طبعا، واحنا اتكلمنا قبل كده قلنا في جزء لياقة بدنية بقاله فترة كبيرة، وجزء خاص بالمناعة. ففي تدريبات في حدود، مش زي اللعيب اللي راجع من الإصابة ليه تدريبات معينة، وإمام ليه تدريبات معينة. إمام عاشور إن شاء الله يكون موجود، على ما سمعنا من ناس في النادي الأهلي إن هيكون موجود في كأس السوبر هنا في الإمارات إن شاء الله. اللي هيكون وصول الفريق بقى نشوف هيوصل يوم 4 ولا يوم 5 يوصل بالسلامة، هنكون كلنا في استقبال الفريق إن شاء الله. إمام عاشور وجوده مهم جدا. إمام مش هيلعب، عشان نبقى عارفين وفاهمين كلنا، إمام مش هيلعب في السوبر، ولكن وجوده هنا مهم جدا في وسط اللعيبة، إنه يتأقلم بقى على إنه يكون موجود مع اللعيبة. ووجوده هيفرق كتير كمان من الحالة النفسية ليه هو وللجماهير. يعني احنا كلنا هنبقى مستنيين كل اللعيبة، ولكن أكترهم أعتقد مستنيينه وعايزين نشوفه هو إمام عاشور حتى لو مش هيلعب. وكلنا بندعي له بالشفاء العاجل يا رب، هو وجميع مرضى العالم كله. كده اعتقد يعني احنا خلصنا كل اخبارنا، مفيش اخبار جديده. كل الاخبار دلوقتي الجمعيه العموميه، المجتمع لحد دلوقتي من الساعه 7 صباحا شغالين لسه، وان شاء الله تخرج في احسن صوره وكما يتمناها الجمهور ومجلس الاداره والجميع. عندنا مباراه السوبر، الاهلي هيلعب يوم 6 في العين امام سيراميكا كليوباترا. مباراه مهمه جدا جدا جدا، ولازم الاهلي يكون جاهز، ولازم المدير الفني يكون محضر للمباراه دي. ولكن قبليها عندنا يوم 2/11 اللي هو بعد بكره ان شاء الله، يوم الاحد، مباراه اكثر اهميه، مباراه الصداره، مباراه تقدر تقول قمه ما بين الاهلي والمصري. الاهلي لازم ان شاء الله باذن الله نفوز في المباراه دي ونعتلي الصداره مره اخرى ونأكد على الصداره. الماتش ده ما فيهوش هزار يا عم فريق، يا عم اسمه ايه بتاعنا ده، تروب. لازم تركز، لازم تركز، ولازم الجهاز المعاون كابتن عادل مصطفى لازم تصحصح شويه مع تروب، وتعرفوا الدوري المصري وكيف يدار من تحكيم، ومن شغل لعيبه بقى، وحاجات كتيره، وشغل مدربين، وقفل الاتوبيس، جيب جون وقفل الاتوبيس. النادي المصري بيلعب على كرات الهجمات المرتده وبيعرف يستغلها صح، عنده لعيبه سريعه وعنده لعيبه مميزه، فلازم نستعد له من دلوقتي. وللاسف هيكون تحكيم مصر، هيجيبوا بقى امين عمر، هيجيبوا مش عارف محمد عادل، هيجيبوا مين، هنشوف ربنا يستر. وده احنا قلناه قبل كده لاداره النادي الاهلي من شهر، قدموا اطلبوا حكام اجانب، مش عايزين اللي بيحصل وبيتكرر ده. انت شفتوا الحكم امبارح اول امبارح في مباراه الاهلي. طبعا مش نحط اخطائنا على التحكيم، احنا كنا وحشين، ولكن وحش اديني حقي، مش حتى لو انا وحش تديني حقي. احنا الشوط التاني كنا كويسين وكنا بنضغط وكنا بنهاجم وبتاع. شفت قد ايه كميه لعيبه من بتروجيت بتقع في الارض وبتضيع وقت، شفت الحارس بتضيع وقت قد ايه، انت حضرتك كحكم ضيعت وقت قد ايه في لقطه الفار. فمش عايزين ده يتكرر تاني. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله في قادم اللقاءات وقادم البطولات، واتمنى لحضراتكم الصحه والسعاده، وما تنسوناش بشير ولايك عشان نقدر نواصل مع حضراتكم، واسف جدا على الاطاله.